فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر أن الانفجار الدامي الذي وقع بمرفأ بيروت نجم عن قصف صاروخي. ولكن إن كان هذا الفيديو حقيقياً فمسار سقوط الصاروخ يجب أن يكون على هذا المسار، ونقطة سقوطه عند هذه الدائرة الخضراء. فلماذا إذن يسقط في نقطة بعيدة عن النقطة المفترضة تمثلها الدائرة الحمراء؟ هذا أولاً. ثانياً، لكي يبدو الفيديو حقيقياً، ادعى صانعه أن الصاروخ لا يظهر إلا عند وضع تأثير عكس الألوان على الفيديو. فلماذا نراه بمجرد إزالة تأثير عكس الألوان وإعادة الفيديو إلى ألوانه الطبيعية؟ ثالثاً، عندما نشاهد هذا الفيديو ونرى سقوط الصاروخ يمكننا أن نرى أطرافه، ولكن عند تصوير أي قصف صاروخي حقيقي فإن حركة الصاروخ تكون دائما أسرع بكثير من أن تلتقط أو تصور أطرافه، كما نرى في هذه الفيديوهات يسار الشاشة. رابعا، إن حقا لا يمكن للصاروخ أن يرى إلا عند عكس الألوان، فلماذا لا نراه أبدا عندما نعكس ألوان باقي الفيديوهات من مختلف زوايا التصوير الأخرى؟ وحتى عند إبطاء عرض الفيديو لا يمكن لنا أن نرى صاروخا يسقط على المرفأ. 4 أسباب، سبب واحد منها كاف لنكتشف أن هذا الفيديو المتداول مفبركا.